3 اسرار هيخلوك تعيش بصحه افضل وتلتزم بدايت لفتره اطول. تابع معايا الفيديو. اول حاجه، كل وانت مركز مش وانت مشغول. اغلب الناس بتاكل وهم بيتفرجوا على فيديو او ماسكين موبايل او مستعجلين او زهقانين، والنتيجه بتكون واحده، بياكلوا اكتر من احتياجهم ومش بيحسوا دايما بالشبع حتى لو لسه واكلين. والحل، خلي اكلك يبقى لحظه تركيز مش لحظه تسليه. اقعد على ترابيزه او على مكتب، ابعد عن الموبايل وابعد عن اي حاجه تشتتك واقفله مؤقتا. امضغ كويس وخد وقتك في المضغ، وركز في الاكل والاحساس بالشبع. لما تعمل كده المخ بيبعت اشارات شبع اوضح، وهتلاحظ انك شبعت اسرع وكلت اقل والتزامك بقى اسهل بكتير. تاني سر، وجبات صغيره على فترات متقاربه. وجبات صغيره على مدار اليوم بتساوي جسم صحي ومزاج رايق. بدل ما تاكل وجبه ضخمه وتفضل كسلان بعدها بساعات، جرب تقسم اكلك ل5 أو 6 وجبات صغيرين على مدار اليوم. وليه ده مهم؟ انا هقول لك. بيحافظ على مستوى السكر في الدم انه دايما يفضل ثابت، وساعتها تقول وداعا للجوع. وكمان بيخلي الحرق عندك شغال طول الوقت، ودي حاجه في مصلحتنا. وكمان بيقلل التخمه والكسل اللي دايما بيجوا بعد الوجبات الكبيره. السر، جسمك بيشتغل زي المكنه، كل ما تديله طاقه متوازنه بيشتغل بكفاءه اعلى. السر الثالث، اتحرك يوميا ولو حتى ربع ساعه بس. السر في ضربات قلبك مش في الجيم. مش لازم تروح جيم عشان تحرق اكتر او تعيش بصحه افضل. كل اللي محتاجه انك ترفع نبضات قلبك شويه كل يوم. امشي بخطوه سريعه من 15 ل 20 دقيقه واطلع السلم بدل الاسانسير. بلاش كسل. السر ان لما ضربات قلبك بتوصل ل 60 او 70% من الحد الاقصى، جسمك بيبدا يحرق دهون اكتر، وكمان ده بيقلل التوتر ويخليك تنام احسن ويساعد على الدايت بشكل اسرع. لايك وفولو لو عجبك الفيديو. انا محمد حلمي ودي ساعه تغذيه.